الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في برنامجكم اليومي في ضيافة الرحمن. اليوم سنستضيف الأسماء التالية، وهي اسم الله تبارك وتعالى الأعلى والواحد والعظيم والصمد، إن أسعفنا الوقت طبعا. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان الضيف الدائم، كما أرحب بالشيخ محمد بن عبد الله. فإلى البرنامج على بركة الله. نبدأ الشيخ حسن باسم الله تبارك وتعالى الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هنالك ثلاثة أسماء تكاد تكون متقاربة وتؤدي إلى مدلول واحد وإلى صفة واحدة، وهي صفة العلو. الله سبحانه وتعالى اسمه الأعلى واسمه العلي، وكذلك يوصف بالمتعال، الكبير المتعال. وهذه الأسماء كلها تدل على علو الله تبارك وتعالى وإثبات هذه الصفة لله عز وجل، وأنه فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه. وعلو الله سبحانه وتعالى ثابت بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومركوز في الفطرة الإنسانية، ويقره العقل السليم، وهو أيضا من قضايا الإجماع كما حكاه كثير من السلف من أهل العصور المفضلة. فالله سبحانه وتعالى علوه علو ذات، الله الأعلى ذاتا، والأعلى صفات أيضا على مستوى الصفة، والأعلى قدرا، والأعلى فعلا، والأعلى قهرا. الله جل جلاله يتصف بالعلو في كل هذه المجالات. واستشعار هذه المسألة مهمة جدا بالنسبة للمسلم، يعني استشعار أن الله تبارك وتعالى، لأن العلو يناقض السفل أو الأعلى وقابلها الأسفل، فالله تبارك وتعالى يليق به العلو. وبالتالي إثبات السلف رضوان الله عليهم لهذه الصفة وهذا الاسم الذي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى هو الأسلم والأحكم بطبيعة الحال ممن ذهب إلى محاولة تأويل هذا الاسم أو تأويل هذه الصفة التي هي لله تبارك وتعالى، تحرجا مما توهموه وتصوروه بأنه يضع الله سبحانه وتعالى في مكان ما وغير ذلك. فعلى كل التوهم الذي دخل على عقول بعض الطوائف بعض الفرق أول هذه الصفة العظيمة التي حقيقة هي لائقة بالله تبارك وتعالى في ذاته وصفاته وأسمائه وقدره وعلوه جل جلاله. في نفس الوقت الذي نثبت علو الله سبحانه وتعالى، فإن هذا العلو لا ينافي كذلك المعية الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى. فهو في عليائه وفي نفس الوقت هو مع خلقه، فالخلق معهم كما أثبتنا ذلك في مسمى الشهيد. فالله سبحانه وتعالى حاضر مع خلقه، وهذه مسألة في نهاية المطاف نقول بنفس القاعدة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حتى لا نحاول أن نقيس الغائب نقيس الغيب على عالم الشهادة. فعالم الغيب اللي هو الله تبارك وتعالى لا نقيسه بأي شكل من الأشكال. كيف يكون هنالك مباينة مطلقة لله عز وجل وفي نفس الوقت أيضا معية مع خلقه جل جلاله؟ فالله تبارك وتعالى مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره ورقابته وشهوده، وفي نفس الوقت بائن من خلقه له العلو المطلق لله تبارك وتعالى. فهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فهذه على كل من الصفات التي ورد من الأسماء التي وردت، مثل قول الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وغيرها من الآيات، وكذلك الكبير المتعال والعلي العظيم. كلها صفات تدل على أو أسماء تدل على صفة العلو لله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا الاسم
ورد في القرآن مرتين، مرة في سورة الأعلى ومرة في سورة الغاشية. قال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى. وقال سبحانه: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. سورة الليل. نعم. سورة الليل. نعم. أنا قلت الغاشية، لا، سورة الليل. والليل إذا يغشى، بس أنا جبتها كذا لخبطت علي. سورة الليل فعلا. فضيلة الشيخ محمد عبد الله، ماذا نستفيد نحن كمسلمين من هذا الاسم؟ ما الذي ينبغي أن يحضره في قلوبنا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه بعد. إذا نظرنا إلى هاتين الآيتين وأيضا ضممنا إليهما ما ورد في السنة في الصلاة حينما نسجد لله سبحانه وتعالى ونقول سبحان ربي الأعلى. نعم. إذا ضممنا هذا إلى هذا يعطينا دلالة على أننا عباد لله سبحانه وتعالى متذللون بين يديه، وأنه هو الأعلى، سواء كان علوا في القدر أو كان علوا في الصفات أو كان علوا في القهر أو كان علوا في الذات. فالله سبحانه وتعالى علي أعلى متعال. فهذا بحد ذاته يشعر العبد أن ربه سبحانه وتعالى يستحق منه هذا العمل وهذه العبادة، لأن الذي يعبده هو في العلو، ومع علوه سبحانه وتعالى، مع هذا العلو الرحمن على العرش استوى، مع هذا العلو إلا أن الله سبحانه وتعالى مطلع على خلقه، يسمع كلامهم ويبصرهم حيثما كانوا ويدرك أمورهم ويعرف خفاياهم، استشعارا للأسماء التي مضت في الفترة السابقة. كل هذا يعطي العبد طمأنينة تجاه من يعبده. بينما لو نظرنا للمعبودات التي كان يعبدها الناس قديما وحديثا، لا يمكن أن تعطيك مثل هذه الثقة، مثل هذه الطمأنينة. وبينما هذه الأسماء وهذه الصفات تعطيك ذاك الاطمئنان وتلك الثقة التي تجعلك تعبد الله سبحانه وتعالى وأنت مطمئن تماما أنه هو المستحق لهذه العبادة. فعلو الله سبحانه وتعالى يعطي ذاك الضمان وذاك الاطمئنان في عبادة ربنا تبارك وتعالى. لا مزيد على ما قال الشيخ حسن، ولعلنا نمضي قدما في بقية الأسماء لله سبحانه وتعالى. هنا بس نضيف موضوع التواضع. طبعا استشعارك لعلو الله نعم. تبارك وتعالى يكسبك التواضع، يكسبك أنك تنكسر بين يدي الله تبارك وتعالى، وأنك تتذلل له لأنه هو الأعلى. هذه كلها من الأشياء الآثار التي ينبغي أن نشعر بها ونحن. الأمر الثاني أيضا يجعلك أمام المشركين الذين يزعمون أن لهم أرباب وآلهة، فالله عز وجل يعني يرد عليهم في هذا الاتجاه. كثير منهم يقول بأن لهم آلهة، لهم أرباب كذا. وفرعون طبعا أراد أن يجاري، يرتفع عن الآلهة والأرباب المحليين، فقال أنا ربكم الأعلى، لكن الرب الأعلى هو الله جل جلاله. وبالتالي أنت تستند إلى هذا الرب، لست مع الأرباب الصغار الذين هم من أهل الأرض، ولكن أنت تستند إلى الرب الأعلى، الرب الأكبر، الرب المتعال، الرب العلي. فهذه تكسبك الثقة أيضا في هذا الإله الذي أنت تعبده وتتقرب إليه، وفي نفس الوقت أيضا تنكسر بين يديه، لا تتكبر على خلق الله، لا تتعالى. يكسبك التواضع بين يدي الله تبارك وتعالى وبين يدي خلقه أيضا. فهذه أيضا من الأشياء المهمة. وبالتالي صفة العلو تكسر فيك التكبر من جهة والعلو من جهة أخرى. فالفرعونية كانت أزمتها أنه إن فرعون لعالم في الأرض، فكان عنده العلو وعنده التكبر. صفة العلو لله تبارك وتعالى عندما تشعر بأنها صفة لله وحده لا يشاركه ولا ينازعه فيها أحد، بالمقابل أنت تذهب نحو التذلل
والخضوع والتواضع والانحناء بين يدي هذا الرب العلي. جميل. وأيضا هي تكسب العبد تعظيم ربه سبحانه وتعالى، نعم، كما أنها تكسبه التواضع ومعرفة حقيقة نفسه، نعم، وأنه عبد لله. كذلك هي أيضا هذا الاسم يكسب العبد تعظيما لله تبارك وتعالى. والنفوس مفطورة إلى أن تعظم ربها، نفوس والخلائق جميعا. نجد مثلا المرأة التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها أين الله؟ فقالت في السماء. وقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فأثبتت هذه المرأة بفطرتها، وهي أمة، بفطرتها أثبتت العلو لله وهو التعظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله سألها هنا في هذا المقام أين الله، ولم يسألها من الذي يستحق العبادة ومن الذي يستحق أن لا تصرف العبادة إلا له، وإنما سألها أين الله، فبفطرتها قالت له في السماء. ونجد أن الحيوانات أيضا إذا ضاق بها الأمر واشتد بها البلاء فإنها سبحان الله ترفع رؤوسها إلى السماء كأنها تستنجد بربها. إذن هذا أيضا يعني يؤدي بنا إلى تعظيم الرب سبحانه وتعالى. وفي قوله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وهنا خاتمة هذه الآية بأنه أنتم إذا أطعنكم فاعلموا أن الله أعلى منكم وأقوى منكم فعظموه. قد تكرههن وقد نعم. فلا تستخدموا سلطتكم عليهن باعتباركم أقوى جسدا وأقوى مالا. جميل. فإن الله تعالى أعلى منكم وأقوى وأعظم وأكبر. الله أكبر. نعم. فهذه المعاني السامية من هذا الاسم العظيم. وحينما أيضا الإنسان كما تفضلتم يعظم الله عز وجل في السجود فيقول سبحان ربي الأعلى، لها لذة يعني لا يستشعرها إلا من تذوق معنى هذا الاسم. إنك أنت تطأطئ تنزل أعلى ما في جسدك وهو الجبهة وهو الوجه وهو أكرم شيء. نعم. ولذلك الله عز وجل حرم الضرب في الوجه، حرم الضرب في الوجه، وحرم على النار أعضاء السجود. إذا دخل المسلم بذنوبه النار فإن جهنم لا تحرق منه أعضاء السجود ومنه الوجه أبدا. هذا كله تعظيما لله وتعظيما لهذا الاسم العظيم الذي أنت تسجد له. فعلى كل حال هذا الاسم اسم جلال، أليس كذلك؟ نعم، من أسماء الجلال. من أسماء الجلال. نعم. هذا التقسيم منك يا شيخ حسن جميل. أسماء الجلال وأسماء الجمال وأسماء إيش؟ هي أسماء الجلال والإكرام. أسماء الجلال وأسماء الجمال في تقسيم. هذه عند الدكتور عصام البشير. هذه يقول لك إن شاء الله. والله يا شيخنا لو يوافق نستضيفه ليلة من الليالي لاستمتعنا به إن شاء الله. نحيي من هذا المكان شيخنا الشيخ عصام البشير، ذكرت عندنا في هذا المجلس، نسأل الله تعالى أن تكون بخير. ننتقل إلى الاسم الثاني وهو اسم الله عز وجل الواحد. اسم الله تبارك وتعالى الواحد ورد في القرآن مرة واحدة في سورة الصافات ختاما. نعم، ورد مرة واحدة ختاما. مرة واحدة ختمت به. نعم. إذا نظرنا إلى موضوع ختم الآيات أو يعني آية واحدة ختمت بها إن إلهكم لواحد. لكن اسم الواحد أكثر من ذلك. نعم. هذه الآية على كل حال اسم الواحد بهذا النص
نعم. ذكرت مرة واحدة. مصاريف هذا الاسم ذكر كثيرا. نعم صحيح. تفضل يا شيخ حسن. طيب جزاك الله خير. بالنسبة لاسم الله الواحد واسم الله الأحد واسم الله الفرد، هذه كلها تقريبا من الأسماء. اسم الله الوتر وليس الفرد، اسم الله الوتر، كلها تدور حول معنى واحد، وهو فردانية الله سبحانه وتعالى وواحديته جل جلاله، وأنه واحد لا شريك له، واحد في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله جل جلاله، فهو الواحد. لذلك هنا طبعا جاءت الواحد في معرض الرد على المشركين الذين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. نعم. هم يثبتون في ذاك الوقت أن الله واحد. نعم. فالله عز وجل قال إن إلهكم لواحد. هنا في رب الصافات السماوات صفا كذا والزاجرات إن إلهكم لواحد. فالله سبحانه وتعالى أثبت أنه واحد. وهنا في واحدية الله سبحانه وتعالى طبعا فيه توحيد الذات، وبعد ذلك تأتي بقية توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، أهم ما فيها توحيد الذات. فهنا فيها رد على أصحاب التثليث الذين يقولون بأن الله ثالث ثلاثة، وفيها رد كذلك على من يقولون بالثنائية إله الخير وإله الشر، وفيها كذلك من يثبتون البعضية أو التبعيد، أن الله تبارك وتعالى تجزأ منه ولد أو تجزأ أو تنتسب إليه صاحبة. فالله تبارك وتعالى في قضية الواحدية هذه هو التفرد المطلق الذي ليس له مثيل جل جلاله. الله أكبر. وهو واحد الله أكبر تبارك وتعالى. في الواحدية أحيانا تأتي بعدها الأحد، قل هو الله أحد. فالله واحد والله أحد. تلاحظ أن الواحد يأتي بعده اثنين وثلاثة وأربعة، فالواحد هو بداية العدد، لكن الأحد يقول منتهى الأعداد. الله. لماذا؟ لأن منتهى كمال الصفات لله تبارك وتعالى في الأحد، فلا يشبهه أحد ولا مثيل له. قل هو الله أحد. الله أحد. الله. ولذلك سبحان الله هذا التوحيد الملخص البسيط في سورة الإخلاص مهم جدا. الإنسان سبحان الله، خاصة نحن الآن في رمضان، الإنسان يكثر من هذه السورة التي كان يحبها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي بها دائما بعد ما يكمل قراءته يقرأ معها إيه؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. هذا التوحيد البسيط الذي للأسف وقال له لما كنت تفعل هذا؟ قال إني أحبها لأنها فيها صفة الرحمن. نعم. قال أخبروه أن الله يحبه. أن الله يحبه. فهنا الله سبحانه وتعالى أخبر أنه واحد، إن إلهكم لواحد. وأحيانا تأتي هذه الواحدية حتى تنفي ما يمكن أن يعلق بها، لأنه أحيانا يمكن للذهن أن يذهب في إنه والله لما تقول هو واحد تذهب نحو القلة، الذي يحتاج إلى من ينصره ويحتاج إلى من يواليه يعني. فحتى ينفي عنك هذا، في كثير من الآيات التي جاءت فيها الواحدية، الواحد تضاف معها القهار، الواحد القهار. نعم صحيح. فهو واحد ولكنه إيه؟ قهار. قهار. وقهار فيها فعال، يعني ليس قاهر، إنما قهار معناها قهره لا يعلوه قهر، وقهره متكرر للظالمين والطغاة. فالله تبارك وتعالى على كل في هذا الاسم على وجه التحديد الله تبارك وتعالى يثبت الواحدية، ويقول تبارك وتعالى أيضا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالله عز وجل في سورة إلهكم واحد لا إله إلا هو. هذا من باب التأكيد على أن الإله الواحد الذي يستحق العبادة هو الله تبارك وتعالى، الذي موصوف إيه؟ موصوف إن إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فهنا جمع الله تبارك وتعالى ما بين الصفات الألوهية وصفات الربوبية، اللي هي اسم الله الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فعلى كل هذه أهم ما في هذا الاسم استشعار واحدية الله تبارك وتعالى على مستوى التصورات. يجب أن يكون تصور المسلم عن الإله تصورا صحيحا، لا من أصحاب التثنية ولا من أصحاب التثليث ولا من أصحاب التجزئة. فالله تبارك وتعالى على كل واحد لا شريك له، ويجب أن توجه إليه أو يتجه إليه الإنسان بهذه المسألة في بقية أنواع التوحيد المختلفة. ورد هذا الاسم العظيم الجليل في القرآن الكريم مرفقا نعم ومجاورا بالقهار 6 مرات. نعم. في سورة يوسف يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. الرعد
قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. إبراهيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. صاد قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. الزمر لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. غافر يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. تعليقكم الشيخ محمد عبد الله على هذه الآيات. أنا أريد أن أنتقل بكم إلى شيء مضاد لهذا الاسم الجميل. وربنا تبارك وتعالى يعني كأنه يريد أن يبين لنا أهمية أن يكون معبودك واحد. تخيل لو أن الآلهة متعددة، لو عندك 10 5 3 5 إلى أين ستذهب؟ هترضي مين ولا مين؟ تشتت. ها؟ تشتت، ما تعرف ترضي مين ولا مين. الله. فأهم جزئية في هذا الموضوع إيه؟ أن الله عز وجل قد لم شتاتك ووحد وجهتك. ربنا واحد، نعم، إلهنا واحد، وكتابنا واحد، ورسولنا واحد، وقبلتنا واحدة. الله أكبر، الله أكبر. وإن هذه أمتكم أمة واحدة. نعم. وأنا ربكم فاعبدون. في آية فاتقون. نعم. انظر إلى قوله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا شركاء عبدا مملوكا. لا هذه في النحل، أنا أتكلم على الآية أظنها في الزمر. قوله تعالى ضرب الله مثلا شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هنا الله سبحانه وتعالى يضرب مثل بشخص عنده شركاء كل واحد يتنازعه، هذا يقول له قم وهذا يقول له اقعد، هذا يقول له اذهب وهذا يقول له تعال. بينما رجل آخر ورجلا سلما لرجل هو الذي يأمره هو الذي ينهى، فهو يعني قد لم شعثه. هذا مثل لوحدانية الله سبحانه وتعالى في عبادته. لما تنظر إلى الذين يعبدون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء نعم. متشاكسون. أيوة. رجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله. وأتي بآية النحل أيضا. إيه؟ هي في نفس الأمر. ولذلك نحن يعني تفضل الله عز وجل علينا بأن لم شتاتنا وكان إلهنا واحد. الله أكبر. فوحدانية الله سبحانه وتعالى. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. كلام جميل. نعم. فهذا الأمر في غاية الأهمية. وحدانية الله سبحانه وتعالى لن تكون فقط في مسألة أننا نتجه إلى وأيضا قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم. نعم. فلذلك وحدانية الله سبحانه وتعالى واتجاه الخلق إليه سبحانه وتعالى هذا يعطيهم طمأنينة أن الأمر واحد والنهي واحد، لن تتعدد الأوامر ولن تتعدد النواهي. وهذا بحد ذاته يعني أمن عظيم للعباد. وبينما المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم من إله. يعني تأييدا لكلامك هذا الطرح الجميل. نعم. قاعد أجيب لك أدلة. ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحانه سبحان الله عما يصفون. الله أكبر. صحيح. يعني المنظومة الكون شيخنا، منظومة الكون كلها لفسدت. يعني نعم. وحدية الله سبحانه وتعالى
وهذا سبحان الله نلاحظه الآن في الأرباب الأرضية، عندما ترى الآن المشرعين الأرضيين والصراعات داخل البرلمانات ومحاولات فرض التشريعات، هذه كلها لخروجها عن أوامر الله وحاكمية الإسلام. هو مثل عامي لكنه صحيح. إذا كثر الطباخين فسدت الطبخة. نعم. أي والله. فلو في سلطانين في دولة يحصل صراع. صحيح. تمام. وجعل الله عز وجل الولاية في يد الرجل حتى لا يحصل صراع بين المرأة والرجل. صحيح. لو كانت المرأة مثل الرجل في القرارات، في الأوامر، في كذا، ما يتفقون. ولذلك إذا نازعت المرأة الرجل في سلطته في البيت خرب البيت، يفسد البيت. وهكذا. ومن خلال ذلك أيضا تلاحظ الآن تعدديات الجيوش ورؤوس العسكر في البلدان يؤدي إلى الحروب، وهذا الذي لاحظناه في السودان. نعم. تعطيه سلطة يعني وهو تحتك هيقلب عليك. لو كانت هنالك سلطة مستبدة فاسدة لكنها موحدة في قرارها قد تكون أفضل بكثير من هذا النوع من فلله المثل الأعلى. هو واحد أحد، لا شريك له سبحانه وتعالى، ولا ند له، ولا سمي له، ولا سمي له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. لذلك هو الواحد الأحد. هو الواحد الأحد، ولا المتفرد تماما، ولا أحد ينازعه في هذا الملك وهذا الخلق. من الذي يرفع رأسه أمام الله عز وجل؟ ولذلك اقترنت بالقهر. نعم. الواحد قهار. لمن الملك اليوم؟ يوم القيامة الواحد القهار. ولذلك من اتجه إلى الواحد توحدت أموره واستقامت. سبحان الله. ومن شتت نفسه تشتتت أموره وضاع. ولذلك الله جل وعلا في وحدانيته دلالة ومؤشر وانعكاسات علينا نحن أن نكون أمة واحدة، ولا ينبغي لنا التنازع طالما أننا نعبد ربا واحدا وننضوي تحت لواء واحد، تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلتنا واحدة. لا ينبغي أن يكون بيننا نزاع، بل أن ينبغي أن نكون أمة واحدة، كما أن ربنا سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. هنا يعني اقتران هذا الاسم القهار مع الواحد فيه حقيقة يعني روعة الاقتران، وفيه زيادة التعظيم للرب سبحانه. شوف، قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فهنا منتهى القهر، وكل العباد تحت سيطرة الرب سبحانه وتعالى، ولا يخرجون من سلطانه ولا من أمره ولا من نهيه إلا بإذنه وبقدرته سبحانه وتعالى. يتساقط الجبال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الله. عن هذا الاسم الواحد يتساقط سبحان الله كل الأكاذيب الأرضية التي تعلو وتتجبر وتقهر وتتسلط أمام قهر الله وواحديته، كلها تتهاوى. يبقى الملك لله وحده، ويبقى الجبروت لله وحده، ويبقى القهر لله وحده. وبالتالي هذه لها سبحان الله التأثير العظيم جدا على نفس الإنسان كما تفضل الشيخ فيما يتعلق بجمع الشمل. صحيح. ووحدة الوجهة ووحدة القصد. نعم. وتأمل أيضا أن هؤلاء الملوك المتجبرون الذين يظنون حتى ولم يقولوا، ولكن لسان حالهم يقول أنهم يشركون الله سبحانه وتعالى في قوته وقهره، يوم القيامة ينادي الله جل وعلا يقول: أين الملوك؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ ينادي ولا أحد يستطيع أن فلا تسمع إلا همسة، لا أحد يستطيع أن يتكلم بهمس. وعنت الوجوه الحي القيوم. ثم يرسخ هذا المبدأ العظيم، قال: لله الواحد القهار. من يتنفس في ذلك الوقت؟ الله. من كانوا يعني تعلو أصواتهم بالجبروت وبالطغيان يخنسون، بل الله جل وعلا أولئك المتكبرون الذين كانوا يتكبرون على الناس يحشرهم يوم القيامة على أمثال الذر ليعرفوا أنهم أحقر مما كانوا يظنون. الله. فهذا هو ملك الله سبحانه وتعالى ووحدانيته.
ولذلك فرعون يعتبر من أئمة المقبوحين في يوم القيامة، من أئمة المقبوحين كما ورد في الآية الكريمة. نعم. وهو الذي نادى أنا ربكم الأعلى فجعله الله والعياذ بالله أسفل السافلين ومن أئمة المقبوحين. حقيقة لا أحب أن أمر قبل أن أعلق على هذه الآيات العظيمات المباركات، يعني لو نمر عليها نمر سريع. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يكرس نفس القاعدة التي كنا نذكرها. نعم. والآن كيف أنتم ماشيين مع أرباب؟ هل هذا خير أم الله الواحد القهار الذي يقهركم ويقهر هذه الأرباب؟ نعم. هذا معناتها سبحان الله، الذي يقهركم ويقهر هذه الأرباب. أنتم كيف تعبدون هؤلاء؟ كيف أنتم؟ أين عقولكم؟ نسأل الله العافية والسلام. رسالة الأنبياء حتى لو كانوا في أحلك الظروف، هذه رسالة الأنبياء لترسيخ وحدانية الله جل وعلا. والله هو في السجن داعية التوحيد. سبحان الله. آية الرعد ما أجملها. شوف، قال من رب السماوات والأرض؟ يسأل ثم أجاب بنفسه قل الله. الله، وهذا كلام كبير. رب السماوات ورب الأرض المتصرف فيهما. يعني لا أمريكا ولا غيرها تقدر تقول أنا رب السماوات والأرض. هل في أحد يقدر يقول الكلام هذا؟ أن لهم ذلك. هل يستطيعون أن يقول؟ الناس كلها ستضحك عليهم صحيح وسوف تحتقرهم، لكن الله يقول من رب السماوات والأرض قل الله. النمرود قال أنا أحيي وأميت، رد عليه تنزلا إبراهيم عليه السلام والله يأتي بالشمس من أنا أشوف شمس من فأتي بها من المغرب. ورينا. يعني يقولون الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل بالاستدلال. هو تركه، هو يدرك أن هذا ما غلبه، لكن ما دام هذا الآن أخذ بالدليل المحتمل ذهب إليه الدليل القاطع. أيوة، فبهت الذي كفر مباشرة، بدأ يستخدم القوة ويستخدم كما فعل فرعون في موسى عليه السلام، هكذا هذه طرق الطغاة والمجرمين. ثم قال سبحانه أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. كيف؟ وين عقولكم؟ ثم قال قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ يا جماعة هل يستوي الأعمى؟ واحد أعمى ما يستطيع يمشي إلا معه، وواحد بصير، هل هذا واحد؟ كالذي يقول لك الواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي يملك السماوات تتركه وتعبد الأولياء والصالحين والأصنام والأشجار، هذا ماذا سيفيدك؟ الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لا نفع ولا ضر. سبحان الله. ثم قال سبحانه وتعالى أم هل تستوي الظلمات والنور؟ شوف، ثم قال أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. شوف، هذا كلام عظيم قوي. فتشابه الخلق عليهم ما قادر يميزوا. ما قادر يميز. شوف، سبحان الله، بين خلق الله وخلق أولياء هؤلاء الأولياء. يعني لو في مثلا مصانع تقول هذا مصنع وهذا مصنع اختلط علينا، لكن هو واحد قهار وهو واحد خالق سبحانه وتعالى، ليس هناك أحد أبدا يخلق مثل خلقه، فكيف حصل منهم هذا الضلال؟ نعوذ بالله من الشيطان، نسأل الله العافية والسلام. فتشابه الخلق عليهم، بعدها قال قل الله خالق كل شيء وليس فحسب بل وهو الواحد القهار. وهنا هذا هو الشبه، بعد أن أثبت الخالقية لله وأثبت القهر وأثبت الوحدانية. يعني لا، هنا في تسلسل جميل. لإثبات أن الذي يعني تجرون وراءه لا طائل تحته. تعالوا إلى الواحد، إلى المبدأ الراسخ، وهو وحدانية الله عز وجل وقهره. فالله يعني لو تأملت القرآن من أوله إلى آخره، الله جل وعلا يتلطف بالعباد ويبين لهم هذه القواعد الأساسية بكل الأساليب التي يفهمها البشر. من روحي أنا بين يديه، من يديه يقول يعني الله عز وجل يعني قل هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. يرسل عليكم حفظة لماذا؟ لتقبض أرواحكم. فمن روحه بيدي
وهو الذي يستطيع أن يأخذها، هو أحق بالعبادة لا شك. وأحق بالتعظيم وأحق بالخشية. سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك تتكرر هذه الآية كثيرا، أن الله هو الذي يأخذ أرواحهم يعني، ويأخذ يعني أنفسهم. ولذلك في حادثة الأخدود لما أتى ذاك الغلام الذي آتاه الله عز وجل فطنة، وأراد أن يدخل هذه البشرية في وحدانية الله جل وعلا، قال لذلك الطاغية، قال له: إذا أردت أن تقتلني فتعال سل سهمك من كنانتك وقل بسم الله رب الغلام. كل هذا لإثبات وحدانية الله جل وعلا. الله. فلما حصل روح ذهبت في سبيل إحياء يا سلام. أرواح، فما كان إلا أن لهج كلنا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. سبحان الله. نعم. قال الله تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ما الرابط شيخ حسن بين نهاية الآية الواحد القهار وبينه يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ هنا طبعا فيها مسألة أن المؤثر الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، هذا الذي يجري هذا التبديل الكوني الكبير يوم القيامة. تبدل الأرض، تبدل السماوات، تحيا الخلائق كلها وتقوم لله رب العالمين. ففي كل هذه الحالة أنت عليك أن تستحضر كل ما كان يحصل في السابق. هذا التبديل أجره الله تبارك وتعالى وأحياهم مرة أخرى، وتثبت أن القهر والإحياء والإماتة والجبروت وكله لله الواحد القهار. لا أحد يستطيع أن يجري كل هذا الذي أجراه الله تبارك وتعالى، لأن ما جرى أيضا فرع الواحدية والخالقية. فالله الذي خلق أولا هو الذي أيضا أجرى الآن أجرى التبديل الذي لأنه واحد وقهار. نعم. من كان يظن وكان يدور في خلده أن هذه الأمور لن تحصل ولا يمكن أن تتقلب الدنيا وأن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ولا يمكن أن يبرز لله سبحانه وتعالى، فلما حصل وأصبح الأمر يعني يقينيا، فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى الوحدانية والقهر في هذا اليوم الذي ليس بعده وليس قبله. جميل. قال سبحانه: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. أعتقد أن هذه الآية واضحة جدا وضوح البيان، وأن الله سبحانه وتعالى متفرد بالوحدانية، وهو سبحانه وتعالى لا حاجة لأن يكون له ولد. نعم. وسبحانه وتعالى أيضا لا حاجة أن يكون له صاحبة، فبالتالي لأنه هو الواحد ولأنه القهار هو سبحانه وتعالى مستغن عن هذه. لو تقرأ لنا آخر آيات سورة الإسراء. يا سلام. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، ثم ختمها وكبره تكبيرا. نعم. يا سلام. يا سلام. فالله له أولياء، لكن ليسوا لأنه هو فقير إليهم أو بحاجة إليهم، لا، هذا ليس أولياء ذل، هؤلاء. يا سلام. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر حقا، الله أكبر صدقا، الله أكبر. فالواحد سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ولد ولا يحتاج إلى شريك ولا يحتاج إلى ولي، فهو أكبر كبير سبحانه وتعالى، وهو الواحد القهار.
واحد والله يقف هكذا يعني ساكن تعظيما لهذه الآيات العظيمات. هنا قال سبحانه: بالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. شوف، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. بعدين قال قل ادعوا الله الرحمن. لكن مقدمة الآيات أيضا مقدمات عظيمة. شوف، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. قل آمنوا به كأنه يقول يعني كأنه يقول سبحانه وتعالى: ولو أن أولكم لا في قوله تبارك وتعالى: لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان من عند غير الله. أيوة، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. يعني أنت ما تريد أن تؤمن أن هذا قرآن، اقرأه ولا تعتقد أنه قرآن. شوف ماذا سيعطيك. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. يعني في كلا الحالتين ستندهش. أسلوب تهديد هو من الله سبحانه وتعالى. ذات مرة سبحان الله استمع في إذاعة تحدثوا عن مدرسة أمريكية وقسيس يحرض الطلاب في المدرسة الإنجيلية أن يقرأوا سورة الرحمن في القرآن الكريم. وقتها أتذكر يعني سبحان الله كلام بدري جدا قديم وأنا كنت مريض، فقلت هذا القسيس التفت إلى سورة في القرآن عظيمة وفيها دلالات كبيرة ونحن مفروض نلتفت إليها. فسبحان الله فعلا لما تتدبر سورة الرحمن وبعد كل كم سطر كده يقول لك فبأي آلاء ربكما تكذبان. فعلا القرآن الكريم فيه سبحان الله يعني أمور تستوقف كما تفضلت المؤمن وغير المؤمن. نعم. يعني هو الآن لا أتصور أنه نظر إليها من زاوية إيمانية ولكنه نظر إليها من زوايا أخرى. أيوة، ليس فيه تهديد فقط، هذا فيه آمنوا به أو لا تؤمنوا. فيه حث على القراءة. يعني سواء آمنت أو لم تؤمنوا اقرأوا، كأنه يقول هكذا. ولو كان الموضوع للقراءة، إن شئتم اقرأوه أو لا إن شئتم لا تقرأوه، كان ممكن أنا في وجهة نظري. لكن قضية الإيمان هي كما قال تعالى في سورة الكهف: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله عز وجل ليس محتاج إليك، وإن كفرت سيأتيك عقاب. آية الكهف ختمت بتهديد: قل فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. لكن هنا قال لك: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. هنا شيخنا فيها سبحان كأنها فيها لفتة لطيفة مهمة جدا. يعني كأنما إذا كانوا الفلاسفة والمفكرين والعلماء أدركوا عظمة هذا القرآن، من تكونوا أنتم؟ أي نعم، هذا هو. يعني العامي، الشخص البسيط الذي لا يقوس في أعماق المفردات، لا يقوس في العلوم، لا، هو يقول له والله الذين أفضلوا منك علما أدركوا حقيقة هذا القرآن وسلموا له. ولذلك والله وبالله وتالله أي عالم متجرد من الهوى، نعم، أي عالم متجرد من الهوى يقرأ القرآن الكريم إلا ينبهر، صحيح، ويسجد له قلبه وجبهته. صحيح. أي والله لهذه الآية الكريمة. صدقت. مشاهدينا الأكارم، ما شبعنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وما شبعنا من مشايخنا وأساتذتنا، وما شبعنا منكم أنتم أيضا أيها السادة الفضلاء والفضليات. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم في دار كرامته، وأن يرزقنا حفظ كتابه، وأن يرزقنا التفقه في دينه، وأن يرزقنا حفظ أسمائه والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا أخوكم برهان يحييكم حتى ألقاكم غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون